وصفتي لليوم اللحمة بعجين اللبناني بطريقة كتير سهلة وكتير طيبة، ورح يطلع معكم العجين كتير طيب وناجح جدا. تعالوا شوفوا الوصفة معي. أول شي بجات عندي ملعقتين كبار حليب، بضيف فوقن كبايتين مي دافية وبحركن كتير منيح مع بعض. برجع بضيف فوقن ونص ملعقة كبيرة خميرة وبحركن كتير منيح وبتركن 10 دقايق لحتى تبلش الخميرة تتفاعل. برجع بضيف فوقن 4 كبايات طحين وملعقة صغيرة ملح أو حسب رغبتكن، وبعجن العجينة كتير منيح لحتى تصير عندي العجينة متماسكة على بعضها وناعمة وطرية. رح اتركها على جنب ترتاح. رح بلش اعمل الحشوة. اول شي عندي 3 حبات بصل متوسط الحجم مثل ما عم بتشوفوا. بالنسبة لكمية البصل انتو فيكن تحطوا قد ما بدكن، فيكن تحطوا اكتر من 3 بصلات او فيكن تقللوه حسب ما بتحبوا، بس هيدا العيار ممتاز لهيدي الكمية. عندي بصل وعندي كمان 3 حبات بندورة. لازم البندورة تكون هيك حمرة وجامدة ما تطلع كتير مي. بطحنن كتير منيح وبرجع بحطهم بقلب مصفاية مع رشة ملح لحتى يطلعوا كل المي منن. بعد ما يطلعوا المي منن بضيف فوقن ملعقة كبيرة رب البندورة، نص ملعقة صغيرة قرفة ناعمة، ونص ملعقة صغيرة فلفل حلو، ونص ملعقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة الملح. وفيكم بهالمرحلة تضيفوا كمان رب رمان. كمان ضفت معجون الحر وملعقة كبيرة سمنة أو زبدة. كتير حيعطي اللحمة طراوة وطعم كتير طيبة. بخلطهم كتير منيح مع بعض. برجع بضيف اللحمة المفرومة. أنا هون استعملت نص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها شوية دهن، فيكن تزيدوا نسبة الدهن فيها حسب ما بتحبوا، وفيكن تستعملوا كمان لحم غنم أو لحم بقر أو الاثنين مع بعض. بعدين رجعت ضفت حر أخضر، فيكن تحطوه بالأول بس أنا نسيت أن أحطه بالأول، رجعت حطيته بالآخر. هلأ برجع للعجينة. قسمت العجينة ل11 قطعة متساويين قد بعض قد ما بقدر يعني، وبلشت أعجن كل طابة لحالها. عجنتن وحدة وحدة وصرت حطهم فوق بعض، بيناتن في ورق نايلون. بعد ما ترقوا كل العجين بهيدي السماكة بتتركوا العجين على جنب يرتاح، وبترجعوا بتبلشوا من بعد ما تخلصوا كل كمية العجين ترقون. بترجعوا بتبلشوا بأول وحدة رقيتوها بترجعوا كمان بترقون عن جديد، يعني مرتين. بين المرة والمرة بتتركوا العجين يرتاح لحتى يرق معنا كتير منيح ويطلع رقيق. حطيتهم بين كل ورقة وورقة ورقة زبدة لحتى ما يلزقوا على بعض، وبلشت احط الحشوة عليهم. انتو فيكن تحطوا الحشوة قد ما بتحبوا. انا حطيتها بهذا الشكل، فردت عليها واخدتها على الغاز على صينية مولع عليها كتير على النايس. لازم ضروري تغطوها، بتاخد معكم بس 5 دقايق وبيكونوا استووا. خطوة اختيارية إذا بتحبوا إنكم تحمروا وجهن. أنا حطيت رجعت اللحمة بعجين بقلب صينية بس شويتهم من فوق لحتى ياخدوا شوي لون حلو من فوق، وهيك كانوا صاروا عندي بهذا الشكل. كانوا كتير طيبين. وحتى أعمل خيار صحي جبت خبز الشعير المربى، حطيت فيه اللحمة ومديتها وكمان شويتها بنفس الطريقة. كانت كتير كتير طيبة هيدا الخبزة بهذا الخبز، يعني كتير طيبة. جربوا الوصفة صدقوني كتير طيبة وأكيد كتير بحبوها. شوفوا العجينة قديه طرية وقديه ناجحة، مع رب رمان وعصرة حامض وكباية لبن، ولا أطيب من هيك غدا. جربوا الوصفة وخبروني إذا حبيتوا، وألف صحة عقلكم. ما تنسوا دايما إذا حبيتوا الفيديو إنكم تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة على اليوتيوب أو على فيسبوك أو على إنستغرام.